معانا رسالة صوتية نسمع كده. أنا اتولدت في بيت بابا دايما كان مسافر برا، ولما كنت أسأل وأنا صغيرة عن غيابه ماما تقولي بيجيب فلوس. عشنا في مستوى اجتماعي كويس، بس للأسف من غير أب، وإحنا 3 بنات. أمنا حاولت تعوض غياب أبونا بإنها تصرف فلوسها على التجميل والحفلات وصحابها. يعني بيتنا كان فيه فلوس، بس من غير لا أب ولا أم. عمرها ما حضنتنا، وكانت جافة دايما معانا. ولما بابا قرر يرجع بقينا عايشين في مشاكل وكترت خناقاتهم، وبدأوا يطلعوا زهقهم وعصبيتهم علينا أنا وإخواتي، لغاية لما اتفرقنا أنا وإخواتي، وكل واحدة راحت في ناحية. أختي الكبيرة راحت عاشت مع خالتي اللي مش بتخلف، والتانية راحت اشتغلت في محافظة تانية وبعدت. أما أنا فدخلت جامعة في محافظة تانية، وعايشة مع صاحبتي في بيت للمغتربات. إحنا ال3 بنتقابل من وقت للتاني، بس قررنا نبعد عن بابا وماما، لا نرد عليهم ولا نزورهم. ورغم محاولات بابا إنه يتواصل معانا، لكننا كنا واخدين منه موقف. هل كده نبقى عاقين بعد اللي عملوه فينا؟ هو بابا عمل لكم ايه يا بنتي؟ ده بابا اتغرب وضيع عمره كله عشان يجيب فلوس عشان تعيشوا عيشة كريمة. بابا عمل ايه؟ ما هو بابا ده كمان لو كان قاعد هنا ومش عارف يعلمكم ولا عارف يعالجكم ولا عارف يصرف عليكم، وكنتوا قلتوا له ما دورتش بره ليه على مصدر دخل تاني، ابوكي عمل ايه؟ مامتك ست مستهترة معاكي، لكن الاب عمل ايه؟ انا صعبان عليا باباكي قوي. رجع، انت عارفه ان والدتك مستهتره، ورجع بقى في خلافات بينه وبين والدتك، ده يصعب عليكي اكتر. الراجل ده راجل محترم قوي، ما يستحقش منك ده. بالنسبه بقى لوالدتك اللي بتصرف على التجميل مش مركزه معاكوا وما خدتش بالها منكم، هي غلطت، بس مش لدرجه انها تتقاطع يعني. مش هتبقي روحك في مامتك ولا كل يوم عندها، بس مش لدرجه ان لما تتكلم في التليفون ما نردش عليها. هي غلطت، بس هي الحقيقه ما اجرمتش، حسابها عند ربها. وبالنسبه لوالدك يستحق قوي تشيلوه على راسكم، حقيقي ده راجل محترم جدا.